الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. ما بعرف إذا أنتم ملاحظين إنه إعلام نظام الشرع، نظام أبو محمد الجولاني، نظام ائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية الذي يحكم سوريا حاليا، عندما يتناول الأحداث السورية أو حتى غير السورية أيضا، يعني جل ضيوف هذا الإعلام من السوريين هم إما من إدلب أو من الرقة أو من الدير أو يعني قلة قليلة من الحلبية. ما بتشوف على هذا الإعلام مثلا شخصية سياسية، باحثين، كتاب، أدباء معتبرين من الساحل السوري يأتون ويدافعوا عن موقف ووجهة نظر النظام السوري الحالي. ما بتشوفوا مثلا شخصية سياسية محترمة، ذات مصداقية وموثوقية عالية من البيئة الدرزية، تظهر على شاشات الإعلام الموالي للجولاني ويدافع عن نظام الجولاني. نفس القصة، ما في كرد مثلا ثقات مهمين مؤثرين فاعلين في البيئة الكردية معروفين سياسيا وثقافيا وأدبيا بيظهروا وبيدافعوا عن الجولاني. لا، ما في. اللي بيدافعوا عن الجولاني ونظام الجولاني يعني في أغلبهم ويتكرر ظهورهم على الأخبارية، على تلفزيون سوريا، هم من هذه البيئات. طبعا ليش؟ لأنه ما في شخصية سورية من خارج هذا الإطار السني واضح يعني، ويدافع عن الجولاني على إعلام الجولاني ضد من ينتقد الجولاني. طبعا ممكن نلاقي ضيوف بينتقدوا الجولاني، لكن من البيئات السورية الأخرى قلما نجد على إعلام الجولاني شخصيات ناقدة للجولاني من البيئة السنية، هذا أولا. أما من البيئات الأخرى المتضررة من نظام الجولاني وليست المتضررة من سقوط نظام الأسد، كما يسوق ويروج نظام الجولاني أنه هؤلاء الذين ينتقدوننا متضررين. لا، أنا كنت متضرر من نظام بشار الأسد وحافظ الأسد على أكثر من صعيد: تجريد من الجنسية، مصادرة الحقوق، الملاحقة الأمنية. وأصلا هذا التضرر من النظام السابق جعلنا نؤيد الثورة السورية التي ظننا أو توهمنا بأنها ثورة الحرية والكرامة. طلعت ثورة بني أمية، يعني بني أولاد هند بنت عتبة أو أولاد سمية كما يقال، يعني ثورة طائفية. المهم، ما بتلاقوا على هذا الإعلام هذا التنوع الذي يعكس الاختلاف، الموضوعية، المهنية في الإطار السوري، في توجه معين. الضيوف اللي بيطلعوا بيحكوا بيدافعوا عن الجولاني كما ذكرت إما من الرقة أو من الدير أو إدلب، يعني الغالبية أدالبة. وبمستويات أخرى ممكن نلاقي واحد حلبي، واحد من درعا، ما تبقى ما فيه. حتى أهل الشام الأقحاح ما في، يعني أنا لا أعلم إلى أي درجة مثلا محمد منصور يمثل البيئة الشامية، إذا كان هو بالفعل شامي قح وبيطلع وكذا لكن لا يوجد. ممكن تلاقي واحد أو اثنين مثل ما ذكرت، يعني ما ندر أنه درعاوي أو دمشقي أو حلبي، لكن في الغالب الأعم أدالبة ورقة ودير.
طبعًا معروف يعني مسألة الفلول، يعني جماعة الهِفل اللي كانوا معارضين لقسد ومتضررين من قسد وكانوا مع النظام السوري الحالي، لجأوا إلى نظام الجولاني، والبعض الآخر اللي كانوا بعثية وداعشين وكذا، فلول داعش وفلول بعث أيضًا في الرقة لجأوا للجولاني. فالصورة التي يعكسها إعلام الجولانية صورة أحادية، وصورة تعكس العجز والإفلاس في تقديم صورة إجماع وطني حيال نظام الجولاني. ما في إجماع وطني حتى على مستوى السنة. أنا ذكرت أنه قلما نجد شخصيات دمشقية أصيلة حقيقية تدافع عن الجولاني. مناسبة هذا الكلام لأنه الإعلام مهم جدا فيما يتعلق بصناعة رأي عام أو مزاج عام لجهة البحث عن الحقيقة أو تقديم الحقيقة أو تقديم وتصدير صورة مضللة كاذبة. وللأسف الشديد الإعلام التابع لنظام الجولاني يعني يوما إثر آخر ينحدر نحو التطبيل والتزمير والتضليل والدجل. وأبرز وجه وصاروا معروفين اللي بيطلعوا على الإعلام، هذا الإعلام حسن الدغيم وشلة حسن الدغيم وهذلون اللي بيحكوا إذا فتحوا تمهم فورا انفصالية خونة كفروا من القصص هي. شيخ الدجالين والمنافقين الذي أكاد أن أقول أنه صورة المنافقون الكريمة نزلت في حق هذا البني آدم، يعني حسن الدغيم ونماذج حسن الدغيم. طبعا لا يخلون من الأمر أنه أحيانا بيجيبوا كردي مقطع موصل نكرة مش معروف، مثلا علي تمو أو علي تمي أو عبد العزيز تمو ويصدروا على أساس أنه هذا واحد كردي وبيجي بيدافع عن السلطة الحالية. لكن هاد كمان يعني يسقط ويتعرى، لأنه بنعرف بعضنا من يعني مؤثر وقادة، يعني من قادة الرأي في البيئة الكردية، في البيئة السورية، في البيئة الساحلية، في البيئة الدرزية، بيئة المكونات الوطنية السورية. هل يوجد بالفعل أسماء ثقات مهمة تظهر على إعلام الجولاني وتدافع عن الجولاني وسياسات الجولاني؟ مش باستماتة، حتى باعتدال ما في. هذا الإفلاس له سبب، له خلفية أنه ما في مصداقية لهذا النظام حتى يكون هنالك مصداقية لإعلام هذا النظام. هذا من جهة، يعني هذا مناسبة الحديث حول هذا الموضوع. أنا سبق حكيت في فيديوهات سابقة عن تلفزيون سوريا في تركيا وسبب وجود هذا التلفزيون ومبررات ومسوغات وجود تلفزيون سوري في دولة تحتل أراضي سوريا. طبعا ما في خجل، نظام يطلب من دولة محتلة أسلحة وليس لمقارعة دولة محتلة أخرى هي إسرائيل، لا، لسحق مكونات الشعب السوري. دولة تستقوي بدولة محتلة ضد مكونات الشعب السوري. هذا هو نظام الجولاني باختصار. كمان يعني مسألة الشيطنة والأبلسة والتخوين والمزايدة على الدروز على الأكراد قبل كانت
ترتكز على الأكراد، كردي طايش مثلا أو مراهق كردة فعل بيحمل علم إسرائيل على زمن النظام السابق، والمعارضة اللي هي حاليا هي السلطة، الاثنين كانوا طيزين بالباس. يعني النظام بشار الأسد ومعارضة هذا النظام فيما يتعلق بالموضوع الكردي وشيطنة وتخوين الكرد، لأنه والله شاب أو اثنين أو ثلاثة كردة فعل رفعوا العلم الإسرائيلي كنوع من المكايدة. يعني بتجي بتقول لهم شو هي إسرائيل، ما بيعرفوا شيء عن إسرائيل. يعني فالمضخات الإعلامية للمعارضة وللنظام وقت ذاك تركز على الكرد. الآن السلطة الحالية نفس القصة، نفس الأسلوب، نفس المقام، نفس الطاسة والحمام. كردي مثلا في أوروبا حتى، مش بس في القامشلي، يعني ما صار يعني على مدى من 2011 ولا مرة رفع العلم الإسرائيلي في قرية وفي مدينة في بلدة كردية في الشمال السوري. لكن إذا استمرت الهجمات والحرب والإبادة والشيطنة، ممكن جدا هذا وارد كردة فعل طبيعية، لأنه خلص يعني الموضوع أكون أو لا أكون، فبتصير هيك ردود أفعال بيحملوا العلم الإسرائيلي. وإذا حملوا العلم الإسرائيلي لا حرج عليهم. نفس القصة الآن، يعني العلم الإسرائيلي متى ظهر في السويداء؟ قبل المجازر ولا بعد المجازر؟ هل العلم اللي مثلا جيبوا لي مثقف من الدروز طالب ب أو استنجد بإسرائيل مثل ما مثقفي الجولاني بيستنجدوا بتركيا. هاي دولة احتلال، هاي دولة احتلال، ما في خيار وفقوس في الموضوع هذا، ما في. جيبوا لي تصريح واحد من شيوخ العقل، الشيخ حمود الحناوي، حكمة الهجري، شيوخ العقل اللي يعني يتزعمون المؤسسة الدينية في السويداء أو بين الدروز، بيان واحد يستنجد بإسرائيل. طيب كل هذا الهراء، أجلكم كل هذا الخراء الذي يطفح به إعلام الجولاني ضد الدروز، ليش؟ شو سببه؟ هل الدروز هم من سلموا جثة ومتعلقات إلي كوهين للإسرائيليين؟ هل الدروز يتفاوضون مع الإسرائيليين في بلدان الخليج أو في تركيا أو في أذربيجان؟ من الذي يتنازل وينبطح ويطوبز للإسرائيلي؟ نظام الجولاني أم دروز السويداء؟ وبعدما فعل بهم نظام الجولاني ما فعله من مذابح ومجازر يندى لها جبين الإنسانية، تجوا بتحاسبوا شخص ولا رفعوا العلم الإسرائيلي في السويداء. والله بيطالبوا بالانفصال، والله ما بقوا بلشوا. آلة التخوين والتشنيع والتشويه في حق نخب السويداء، بيستهدفوا ماهر شرف الدين، بيستهدفوا كثيرين. هذا فيصل القاسم إذا بده يحكي كلمة كلمتين أو يحافظ على وتيرة النقد لسلطة الجولاني، راح يبلشوا يشنعوا فيه أكثر من ماهر شرف الدين. هو بيعرف إنه يحافظ على هذا التوازن، بيلعب سياسي على أبناء منطقته فيصل القاسم. يعني على أساس إنه
يحاول يخلق حالة توازن وموضوعية وأخلاقية ومناقبية ومهنية، لكن فاشل في هذا الإطار. إذا شخصيا موقفي من إسرائيل واضح على الصعيد الخطاب الثقافي والسياسي. أنا شخص ناقد جدا لإسرائيل ومع القضية الفلسطينية، والفلسطينيين بيعرفوا هذا وهذا وارد في نصوصي الشعرية والنصوص الروائية وفي مقالاتي وفي الفيديوهات. أنا لست لا أتحمل مسؤولية جهل أو تجاهل أو تعامي أولاد هند بنت عتبة فيما يتعلق بموقفي النقدي المندد والشاجب لإسرائيل نتيجة سياسات إسرائيل. ما حدا يجي يزايد علي في هذا الموضوع، وبيعرفوني حتى مثقفي السلطة بيعرفوني شو موقفي من هذا الكيان. وأتعرض حتى لبعض الكرد أحيانا أنه أنت تبالغ في موقفك النقدي من إسرائيل. هذا رأيي، هذا موقفي الثقافي والأخلاقي والسياسي الناقد والمندد بسلوكيات وسياسات إسرائيل. إذا اعتدلت إسرائيل والتزمت بتعهداتها حيال القضية الفلسطينية والاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين أهلا وسهلا، لكن إذا بقيت على هذا المقام، مقام الحرب، مقام الإرهاب، إرهاب الدولة، فسيكون موقفي ناقدا على هذا الأساس. ما حدا يجي يزايد علي. يعني طبعا أنا لا أبرر في هذا، لكن أنا أحاول أن أفسر لهؤلاء الحمقى والجهلة سخف وتفاهة وتهافت منطقهم أثناء محاولاتهم شيطنة الدروز واستهداف الدروز فيما يتعلق بجزئية العلاقة بإسرائيل ورفع علم إسرائيل في السويداء. هل يحق لهم رفع علم إسرائيل في السويداء؟ نعم يحق لهم. آخر من يتحدث وينتقد رفع بعض الدروز، شباب الدروز، لعلم إسرائيل في السويداء هم السوركيين. لا يحق لهم، لأنهم مش بس رفعوا العلم العلم التركي، وهي دولة احتلال قبل وجود إسرائيل، قبل ولادة إسرائيل. إسرائيل أعلنت عن استقلالها في 48، تركيا تحتل أراضي سوريا في 39. تركيا دولة احتلال، وتركيا أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل في 49. وتركيا لم تتخذ موقفا ناقدا عندما هاجمت إسرائيل مصر في 56. كان يحكمها عدنان مندرس وقت قذاك، وعدنان مندرس لمن يعرفه ميله كان إسلاميا. تركيا وقت ذاك يعني لم تتخذ أي موقف نقدي. تركيا على زمن نجم الدين أربكان في 1996 أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري وأمني واستراتيجي مع الدولة العبرية. الطيارين الإسرائيليين بيتدربون في تركيا لضرب غزة. أنا بعرف تركيا شو هي، تاريخ تركيا من الحقبة العثمانية والسلجوقية وحتى هذه اللحظة. ما حدا يجي يزايد عليه فيما يتعلق ب يعني الملف التركي وتفاصيل التاريخ التركي الشنيع والقبيح مع إسرائيل. فتركيا دولة احتلال ودولة متعاونة مع الإسرائيلي إلى أبعد الحدود اللي يمكنكم تصورها. اللي بيرفع العلم التركي، ويعني في إحدى المقابلات التلفزيونية أعتقد يمكن على الجزيرة أو ما عاد أتذكر، يعني ذكرت لجماعة الائتلاف أنه خجلوا شوي، يعني
خجلوا شوي من هذا السلوك القميء والدنيء يعني في فترة الانتداب الفرنسي السوريين ما كانوا بيرفعوا العلم الفرنسي، والفرنسيون تركوا للسوريين دولة، برلمان وحياة سياسية وقوانين ودستور وكل هالقصص، لكن أنتم ترفعون العلم التركي بوقاحة، بدناءة، بسفالة، بكل ما يخطر على البال، وبتجوا بتحكوا على وصار لكم 11 12 13 سنة عم ترفعوا العلم التركي وترتزقون من تركيا. حتى أحد الأصدقاء بعث لي ووثق الموضوع أنه آدمن الصفحات وزارة الخارجية وقناة الأخبارية والكثير من القنوات الإعلامية، الآدمن الحسابات الموجودة على السوشيال ميديا لهذه الصفحات الرسمية التي تمثل الدولة السورية تدار في تركيا، وهذا موثق بالنسبة لي، يمكن يغيروا هلا بس وثقنا هاي القضية. فأنتوا شلة مرتزقة بتقاتلوا لصالح التركي في ليبيا، في أذربيجان، في سوريا، وبترفعوا العلم التركي وبتجوا بتحكوا على الدروز انه والله رفعوا العلم الإسرائيلي. خسئتم، أقولها بالفم الملآن. إذا كان فيصل القاسم عاجز عن رد هذا التضليل والتشويه والتخوين حيال الدروز، أنا لست بعاجز.